هل شايفين ان لازم البني ادم يكون عنده طموح وشغف في حياته؟ هو ده اللي بيحركك. ما انت لو مش صاحي عندك حاجه تعملها بجد خلاص انت عايش ليه؟ يعني اكيد عندك طموح. ربنا سبحانه وتعالى والله خلقنا كلنا عشان نبقى كلنا نسند بعض، ده طبيعه البشر. شكرا كريم وما شاء الله، الله اكبر يا جماعه، عشان الحاجات دي بعديها بيحصل. مش عارف الكاميرا بتاعتي فين. الناس انا عارف ان احنا الاثنين هنقطع في بعض على السوشيال ميديا، يعمل لي فيديوهات وهو يطلع من تامر حسني لو قلد عمرو دياب. اصل انت لما واحد يكون اقرع وحواجبه زي حواجبي شريره وصوته كده، فالناس كلها بتتعامل معاه ان انا قتال قتله، وانا في حقيقه الامر قتال قتله فعلا. الصقر يعني عنده حكمه بيطير. ده هو ايه ده؟ انتوا كلكم هتعرفوا. انا بدور على شغل 24 ساعه لدرجه اني مش فاضي. محمد هنيدي ماشي يا خال، هكتب واديك رن. ماجد الكدواني، عسكر في المعسكر. يا حبيبي ايوه صح، ماجد الكدواني على فكره صديقي وحبيبي. اسمع مني هتقفل كويس. احنا خلصنا البودكاست. اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من حلقات حواديت صحاب. فكره البودكاست ان انا بستضيف ناس صحابي، الناس في الميديا، وبنطلع نفضفض ونرغي مع بعض كده شويه، بما اني قاعد فاضي الفتره دي وما بعملش اي حاجه يعني. فحبيت ان انا اول حلقه تبقى مع 2 انا بحبهم جدا، او 3، في ضيف ثالث واقف ورا الكاميرا بس يعني لما نخلص مع الرجاله هو هيبقى معانا. ازيك يا كريم؟ ازيك يا بدراوي؟ ازيك يا ايمن؟ منورين والله البودكاست. اخبارك ايه؟ منورين ايه؟ الحمد لله. هو انا المفروض ابقى جد، يعني المفروض ان البودكاست ده نبقى احنا جد فيه ونتكلم جد، بس انا مش عارف انا ازاي هتكلم معاكم جد. ما يعني زي ما اخترت صح. هنحاول. انا بس في الاول حابب ان انا اشكر بدراوي صاحب الاستوديو اللي احنا بنركب فيه. الاستوديو اسمه ايه؟ الاستوديو اللي هو بيركب فيه اسمه سبيس ساوند ستوديو. سبيس ساوند. شكرا يا ايمن بجد على اللي انت بتقوله ده. مكان الاستوديو في مصر الجديده عند كليه البنات، فاللي حابب ان هو يجي يسجل اي حاجه المكان طبعا تعمل لهم خصم قد ايه؟ اتبرع ولو بجنيه. تمام. وحابب برضو ان انا يعني اشكر السبونسر بتاع الحلقه النهارده اللي هي اول حلقه، سيسكا، كافيه سيسكا. باين طبعا البراطيش على فكره ده مش اعلان خالص. ده مش اعلان، باور فاميلي. طيب انا حابب في الاول نبتدي البودكاست بتاعنا. عايز افهمكم برضو البودكاست ماشي ازاي. احنا البودكاست بيبقى عباره عن 3 فقرات او 3 لينكات زي مذيعين الراديو ما بيقولوا. اول فقره الضيف بيعرف نفسه، نعرف هو بيشتغل ايه، بيعمل ايه. تاني فقره بيبقى فيه شويه اسئله كده بسالها لهم. والفقره الاخيره بتبقى لعبه كده، تحليل شخصيه او حاجه يعني، هتبقى في اخر البودكاست. فتحبوا نبتدي بمين؟ كريم كامي طبعا. اللي انت حاسس انت عايز من اليمين ابتدي كريم. طيب خليني ابتدي ببدراوي. بدايه حلوه ماشي كويس. اخدني على غدر. اتفضل انت عشان قلت لو كنت انت ما قلتش كان ابتديت انا لوحدي. ابتدى ايه؟ بدراوي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الناس كلها عارفه ان انت VO. اوكي صح. بس اللي ما يعرفوش ان بدراوي دكتور صيدلي اصلا. ايه اللي حصل؟ احكي لنا اللي حصل. طيب زي ما انت عارف يا ايمن، انا خريج كليه صيدله. بعد ما خلصت صيدله على طول عملت MBA اللي هو ماجستير في التسويق. حلو. واشتغلت في مجموعه من شركات الادويه، وكان يعني الكارير بتاعي عادي كصيدلي تمام. بس البدايه اصلا من الجامعه، انا كنت معظم اصدقائي في اعلام، وكنت بعمل لهم يعني بشتغل معاهم حاجات ليها علاقه بمشاريع التخرج وحاجات دي. وكنت حابب كده، كنت بروح احضر اصلا في كليه اعلام من وراه. والله كنت بروح احضر يعني لدرجه ان في مراقبين كانوا بيجوا من اعلام يراقبوا علينا في صيدله. مره لقوني قاعد في امتحانات صيدله، فجايين بيقولوا انت بتعمل ايه هنا؟ انت المفروض انت معانا. كانوا فاكرين انا والله العظيم بغش مكان حد يعني. اوكي. فهي دي البدايه. بعد ما خلصت على طول جامعه اشتغلت في الحاجتين مع بعض. بس بصراحه الميديا كانت هوايه بالنسبه لي، وموضوع الصوت والكلام ده. بعد فتره ابتديت امتهن الشغلانه اكتر وابقى فيها بروفيشنال اكتر. لما اشتغلتها اكتر ابتديت بقى ايه، مش عارف اوفق ما بين الاثنين. كان اختيار صعب طبعا ان انت تاخد طبعا يعني انت بتتكلم برضه صيدله يعني كارير اهلك بقى واصحابك والناس وبتاع، وهتسيب صيدله وانت تعبت وشيت عشان دراستها صعبه. صعبه. اللي بيتقال لاي حد عنده بس هي شويه شغف. بالظبط. القصه ليها علاقه اكتر بحاجه من الاثنين، مش شغف بس. انت عندك يعني زي ما الناس بتقول، بلاش يعني مش عشان ما اتكلمش عن نفسي، حد بيقول لك انت موهوب في حاجه، فانت تبقى لعيب كوره مثلا ولا تبقى مهندس. انت بتعرف ترسم ولا بتعرف مثلا، ولا انت دكتور. لا، فانت في واحد يقول لك لا اشتغل بالموهبه اللي ربنا اداها لي وانميها بعد كده، وحد تاني يقول لك لا انا خلاص انا هشتغل بشهادتي. انا اخترت ان انا اشتغل بالموهبه بس. فكان في فتره اشتغلت فيها طبعا صعب جدا.
يعني كنت ابتديت في الاول اشتغلت الاول في او عادي، بعمل اعلانات وبعمل حاجات خفيفه، وبعد كده ابتديت اخش المهنه كحد بروفيشنال صوت رسمي للقنوات في الراديو وفي التلفزيون لحد دلوقتي الحمد لله. وبدرس في الجامعه كمان في كليه اعلام. ما شاء الله. بدي كل ما هو له علاقه بمجال الحاجات دي انا ما الصوتيات. اعرفهاش على فكره. انا صاحب ما أنا ما بحبش بدراوي أقول. من زمان. ما يعني اول مره اسمع الكلام ده منه على فكره. ده انا هفاجئك النهارده بحاجات كتير انت ما تعرفهاش عني، حلو. وهفاجئ كريم بحاجات انا اعرفها عنه وما اعرفهاش عني اصلا. اوكي. بس فكان لازم اخد قرار، علشان دايما زي ما بيقولوا يعني صاحب بالين كداب، ما كنتش حابب ان انا امشي في سكتين مع بعض فافشل في الاثنين. فاخدت الريسك بصراحه في التوقيت، لان كان محتاج وقت جامد قوي، لان انت بتشتغل مذيع راديو وعندك هوا كل يوم تعمل برنامج رئيسي من 4 ل 6، وعندك في اوف محطه فضائيه تانية، يعني قناه تانية تلفزيونيه سوري مع الراديو. فبقيت اروح يعني الشغل عندي الناحيه التانية في الشركه فنان، ويتريقوا عليا عشان ما بشتغلش كويس، وفي الراديو يا دكتور عشان انا الهوا ما ينفعش ان انا افوته. فخلاص قلت هقرر ان انا اكمل في كاريري وانميه وخلاص بس. وكانت هي دي القصه ومشيت على كده. حلو. عشان اعرفك واقعد معاك في البودكاست ده في ربنا النهايه يخليك، والله ده شرف واتشرف ليا. ان انا اطلع معاك يا ايمن. والله ده شرف ليا انا. دي حاجه، لا دي حاجه تشرفنا لا بجد، والله والله ترفع ده مننا. حقيقي فعلا يعني. كتر خيرك والله ان انت مستضيف لا، لا، عندك لا. في المكان. دي حاجه تعلينا وترفعنا والله بجد. يا رب يا رب، ربنا يكرمنا يا رب. طيب خليني اسال بقى كريم. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ايمون؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. وحشنا والله. وانت اكتر والله. الله يخليك. قول لي بقى يا كريم، الناس كلها طبعا عارفاك عن طريق السوشيال ميديا، ان انت ما شاء الله بتغني، صوتك حلو، وفي نفس الوقت عندك موهبة مش موجودة عند ناس كتير، موهبة التقليد. انت بتعرف تقلد بشكل فظيع ما شاء الله عليك يعني. واللي يمكن الناس ما تعرفوش، كريم كمان بيعرف يقلد صحابه. يعني احنا بيعرف بيقلدنا كويس جدا جدا، وبيجيب تفاصيل ما تسخنوش مش موجودة عند اي حد. فسبحان الله الموهبة اللي عندك دي. انا عايز اعرف ابتدى معاك الموضوع ازاي، موضوع التقليد؟ حسيت امتى ان انت عايز يلا انا بقلده؟ حبيبي يا منى، اولا بشكرك على القعده الحلوه دي. موضوع التقليد ده ابتدى من وانا في المدرسه. وانا في ابتدائي تقريبا كنت بقلد المدرسين. تقلد المدرسين؟ طبعا. اوكي. ان هم كلهم شخصيات يعني. انت كنت طالب يعني شاطر صح؟ جدا. هذا البودكاست برعاية الكذب. في الديسك اللي قدام ولا الديسكات اللي ورا، ولا ما كنتش بتروح اصلا؟ لا كنت بروح طبعا، في ايام بروحها وايام لا. بس كنت بروح عشان اشوف صحابي يعني. اوكي. بس في حاجة تانية، انا كنت شاطر فعلا بس في التقليد. في التقليد؟ في المدرسة وانا بقلد كنت شاطر في المادة دي قوي. ايه اكتر موقف في المدرسة انت فاكره لحد النهاردة ولما بتفتكره بتقعد تضحك؟ في موقف قبل كده حصل لي. انا طبعا عشان بقلد اغلب المدرسين، فمرة لقيت رقم غريب بيكلمني. كنت في الثانوية عامة، كنت لسه في مدرسة يعني. فايه كريم مين معايا؟ لقيت واحد ولد معايا في المدرسة يعني، هو عمره ما كلمني يعني، اعرفه كده معرفة سطحية. فقال لي معلش احنا عايزين ندخل نلعب كورة في المدرسة. وكان ساعتها بالليل، كان ساعات بيدخلوا الناس يلعبوا كورة ويولعوا الكشافات وكده. فقالوا لي عايزينك تقلد صوت مستر فلان الفلاني اللي بتاع الامن بس عشان يدخلنا نلعب كورة. قلت له خلاص طيب ماشي. طب اديني الامن. رحت مكلم الامن مقلد له المدرس. فطبعا عشان احبكها قلت بتاع الامن ايه، دخلهم يلعبوا هم نص ساعه ويمشوا على طول، عشان يعني يحس ان الموضوع ايه. قال خلاص تمام، اوامر ما عليك، شايف سلام سلام. ودخلوا لعبوا كوره والحمد لله. واليوم كان الموضوع عدى. مدرس عرف؟ ما سالتش بعديها. بالنسبه لموضوع الغنى، تمام، ايه الخطوات اللي جايه؟ الخطوات اللي جايه ان شاء الله، انا في نازل ب3 اغاني جداد ان شاء الله. اخترت اغنيتين ولسه الثالثه بنفذها. هتبقى مع الملحن صديقي وحبيبي شريف بدر، وتنزل خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. بس لسه ما حددتش الميعاد يعني، بس في الطريق يعني. خلاص على خير باذن الله ان شاء الله. كنت عايز اكلمك شويه عن موضوع السوشيال ميديا والتقليد. انت بتقابل الكومنتات اللي بتجيلك ازاي؟ الكومنتات السلبيه؟ كلب هو اللي رد. الكومنتات السلبيه طول عمري هو على حسب الكومنت. فيه بيبقى فيه نقد عفيف كده وحلو وبناء يعني اقدر ارد عليه، وفي نوع تاني من النقد بيبقى نابع من معرفش تسميه ايه، بس بيبقى فيه حمية او فيه يعني عدم اخلاق يعني. في حاجه مش حلوه يعني. فالكومنتات اللي زي دي ما بردش عليها. بتردش عليها اصلا؟ طب انت شايف، انت مع الناس اللي هي بتحب ترد على الكومنتات دي؟ في ناس مشهوره كتير معروفه
بيردوا على الكومنتات السلبيه. هل انت شايف ان دي حاجه صحيه او حاجه ينفع تتعمل؟ مش هعرف احكم عليها قوي، بس ممكن اقول لك انا يعني هم ليهم مبررهم هم ليه بيردوا. يعني في ناس لو ردت بتستريح، في ناس لو ما ردتش بتبقى مستريحه، يعني على حسب انت بترتاح لايه. فانا بالنسبه لي عشان بقى في نوعيات بتعمل كده، ولما تيجي ترد عليهم تلاقيهم اصلا بيقول لك ده انا اسف انا بحبك، يعني في بقى في سيكولوجيا مش مظبوط يعني. مش بيخاف، بس يعني بيبقى عايز يعمل اي حاجه كده عشان الناس جذب انتباه، تتكلم جذب معاه انتباه، يعني. جذب حاجه زي بيبقى نوع من كده. انواع جذب الانتباه. ايه اكتر شخصيه بتحب تقلدها بقى؟ مش هينفع اقول شخصيه واحده، هي في شخصيات كتير بصراحه. مثلا يعني مين يعني الشخصيات القريبه لقلبك كده تحب ان انت لما بتعملها كده بتحس ان الناس بتبقى مبسوطه وهي بتتفرج عليها؟ هو تامر حسني وعمرو دياب يعني. اوكي، هي ده شخصيات عامه، احنا بنتكلم على شخصيات عامه دلوقتي. شخصيات عامه. تامر حسني وعمرو دياب. اوكي. لا بتكلم بقى لو الشخصيات بقى اللي انت بتخلقها في دماغك. الشخصيات الخياليه. في شخصيات كتير جدا بحب اقلدها، يعني على حسب. في مثلا احنا كشعب مصري انا عشت عمري كله اركز مع التفاصيل. يعني لما كنت مثلا بدخل امتحان والاقي في مراقبين بيراقبوا عليا، كنت اقعد ابص على التفاصيل بتاعه المراقب، جزمته، بنطلونه، ساعته، ملامح وشه، واقعد اتخيل مثلا هو بيدلع مراته في البيت ازاي، بيتخانق معاها بيقول لها ايه وبتاع، يقعد كده في البيت ياكل لب يعني ستايل حياته عامل ازاي، واقعد يعني بحب اتخيل جدا. غير بقى الشخصيات الكتير، يعني في شخصيات اللي بتقف في الطابور، بقى في طابور كده في شخصيات دايما تلاقي في واحد عمال يتكلم معاك كده ويضحك وهو ما يعرفكش، واحد تاني كده قرفان ومش عايز يتكلم مع حد وعنده رهاب اجتماعي. ففي شخصيات كده بتبقى موجوده. انا بحب اركز قوي مع بحب الحاجات دي، بحس ان هي هوايه عندي. انت اصلا اتعرفت في موضوع التقليد ده بتامر حسني وعمرو دياب، يعني اكتر فيديوهات انتشرت زمان قوي الكلام ده من سنين. تامر وعمرو لما كانوا بيبقوا في موقف مع بعض طبعا. كنت انت بتحب تخلق موقف كده ليهم وتقلد طبعا. تقدر تقلد لنا حاجه لتامر مثلا؟ تامر حسني وعمرو دياب لو هم فكهانيه مثلا يعني تمام. فمثلا ممكن واحده تسال عمرو دياب مثلا على الخضار او خضاريه وفكهانيه، تقول له مثلا بكام، لا اهلا وسهلا، طبعا الكوسه بربع والبوتيتو بنص والتوميتو يعني شوف يا حاجه تفعصيش في الحاجه بقى، خد اللي انت عايزاه. وتامر مثلا والله عندي منجه زي الفل، يعني شوف انت عايز ايه اظبط لك الدنيا يا باشا، والله عامل ايه مثلا. تامر منين؟ من الشرقيه مثلا. طب حلو قوي. لا ايه لا قول. انت بقى بدراوي بتشوف الكومنتات السلبيه برضو بتتعامل معاها ازاي؟ انت طبعا بتنزل فيديوهات برضو عندك على فيها شويه حاجات هزار وحاجات بعيدا عن الجد يعني وشغلك، بعيدا عن الجد في شويه حاجات بتعمل انت برضو بتبقى فيها شويه هزار وضحك كده. ما هو اصلا البدايه بتاعت الفيديوهات دي في الاساس كانت كريم، يعني هو يعني مش عارف الناس كانت عارفه ده ولا لا. بدايه اول حد سخنني على حوارات ان احنا نعمل فيديوهات كان هو كريم كامي بصراحه. وعايز اقول وهو قاعد ان هو من اكتر الناس اللي انا بستمتع معاهم بالحوار ده، يعني الوحيد اللي عرف يخليني. انا ما كنتش برضه اعمل ده خالص، كنت معتمد خالص على الحته بتاعه الصوت، وما كنتش بحب اعمل فيديوهات لحد ما كريم مسخني وابتدينا ننزل فيديوهات كتير في الاول. ايوه فاكر انا الفتره دي. فاكر انت الفتره دي كنا بنعمل فيديوهات كتير تمام. وبعدين اختلفنا على الاجور. انا جالي عقود وهو لا فزعل، فهو جاله عقود وما جاليش انا فانا زعلت فاختلفنا. الحقيقه طبعا تعرف يعني مشاغل، يعني هو كل واحد ليه مشاغله. انا بحب انا عايز اكمل لك في الموضوع ده. الفتره دي هي دي كانت بدايتي في ان الكومنتات بتاعت الناس بقى كانت بتجي لنا ميكس، الناس بتخش. بص والله يعني مش عايز اقول كده، بس انا عموما ما بركزش في الحاجات دي. زمان قوي في الاول اول فيديو او اتنين اكتشفت ان انا لو ركزت فعلا انا بتعامل مع ناس ورا كيبورد، بتعامل مع ناس ورا تليفون، فمش طبيعي ان انا مش شايفه وهو مش شايفني. في حته كده بتبقى برضو فيها حته عنتريه. انا عنتري طول ما انا بعيد، يعني عادي جدا ان انا ابقى فوق العماره وانا ماشي في الشارع واحد يقول لي انت كذا، هو عارف ان انا مش هطلع له ومش يعني. ايوه. فانا باخدها المبدا ده خلاص. هو عنده حته معينه هو عايز يحققها، تمام مبروك. اما انا بالنسبه لي خلاص انا تمام، يعني انا بشيل الموضوع ده من دماغي خالص بصراحه وما بركزش فيه. انا ببص يعني ما بقولش ان انا ما بقراش، لا انا بقرا وبرد على الكومنتات العاديه،
بس علشان دي بتفيدني انا. يعني دي بتفيدني انا شخصيا فعلا والله. لما بشوف ان المجمل تمام فانا عارف انا مش تمام ولا لا. لو المجمل مش تمام، لان انا زي ما انت قلت انا غير الفيديوهات بنزلها الحاجات دي، بنزل فيديوهات ليها عندي حاجه معينه انا ببقى عايز اوصلها. طبعا. يعني انا دايما بشوف ان السوشيال ميديا دي عموما هي مسؤوليه. اتكلمنا كتير انا في الكلام ده مع كريم كامي، وكريم كامي الناس برضو اللي بتاخد بالها من الموضوع ده لازم اقولها في حقه والله، من اوائل الناس كانت بتتكلم في الموضوع ده، ان انت مسؤول. اي حاجه هتقول انت مسؤول على اللي انت بتقدمه. طبعا. فسواء اللي انا بقدمه ده حلو او وحش، بس انا ببقى عندي رساله عايز اقدمها. يعني انا لما بعمل فيديو ما بعملش فيديو لمجرد، يعني كريم راجل طبعا يعني كوميديان اساسا، انا مش كوميديان. انا لما بعمل حاجه بعمل فيديو لايت ببقى عايز احط فيه حاجه معينه عايز انتقدها. فطبيعي بما اني بنتقد لازم اتحمل ان لو هيكتب لي حد اي حاجه تمام زي ما انا انتقدتك، فانا لان انا حطيت نفسي سلعه منتج قدامك، انا اللي عملت في نفسي كده وحطيته بابليك صح. معناه ان اي حد خلاص هيشوفني من حقه ان هو يقول رايه. فبالنسبه لي ده ما عنديش فيه مشكله خالص. حلو قوي. طيب في شويه اسئله كده عايز اسالها لكم. لا ماشي ايمن، انا مش عارف اتعود عليك عشان احنا اصحاب كلنا وانت جد. فاستحملني. لا عادي براحتك. ماشي انا هاخد راحتي على الاخر. هل شايفين كريم مش متعود عليه، انا اسف هقطعك تاني عشان هو عم مؤدب قوي. كريم انت مش كده. انا بس قاعد بس فانا اسف وانا حالف ان انا قلت لك البودكاست ده ربي يعدي على خير. هيعدي على خير ان شاء الله. هل شايفين ان لازم البني ادم يكون عنده طموح وشغف في حياته؟ طب وصلنا احنا اتنين مين؟ اي حد يبتدي. يا ايمن متى جد؟ لا اسال بالاسم. يا بدراوي، لا هل انت شايف ان البني ادم ها لازم يبقى عنده طموح في حياته ولا هو ده اللي بيحركه؟ ما انت لو مش صاحي عندك حاجه تعملها بجد خلاص انت عايش ليه؟ يعني اكيد يبقى عندك طموح حتى لو ما وصلتلوش في الاخر، بس انت عايش عشان حاجه. يعني بصرف النظر انت نجحت ولا لا. بص الانسان عليه يسعى ولازم يكون بيسعى لحاجه. ما انت مادام سعيت يبقى انت في حاجه عايز توصل لها. وصلت ما وصلتش خلاص، بس انت لازم تسعى. بس اعمل الاسباب وخلاص. بس اللي يعيش من غير شغف ما اعتقد. حتى على فكره اللي نازل رايح شغل الصبح حتى يعني مش لازم يكون حد عنده حاجه كبيره، يعني شغف لحاجه بقى لعيب كوره كبير ولا رسام بقى مغني. لا ممكن شغف عايز تنجح في شغلك عادي، او انت عايز تربي عيالك كويس. أكيد. شغفك في عيالك، شغفك في اسره كويسه، في اهلك. ايه هو على حسب نوع الشغف. انت لو عايش من غيره فانت ما يعملكش لازمه. فاضي ما عندكش حاجه تقومك من السرير. وانت يا كريم؟ كريم لا. استقصدني النهارده انت. بقول لك ايه، انا اتكلمت عليك في البودكاست ده جدا على فكره. هتكلم عليك. هتدفع لي فلوس؟ لا انا عايز فلوس. اتكلم عليك كده ايه بس يا في عجاله. في عجاله. اول حاجه طبعا لازم الانسان يعني يسعى لحاجه معينه هو بيحبها، بس المهم ان هو يكون بيسعى في الطريق الصح، لان ممكن يكون بيتعب على الفاضي او متوجه توجه غلط. طب يعرف ازاي؟ يعرف حاجه زي دي ازاي؟ يعرف ان هو كده بيسعى في حاجه صح ولا حاجه غلط؟ ازاي يعرفها ازاي؟ والله الموضوع ده بيعتمد على وعيه بنفسه. في الاصل الانسان المفروض يبقى عارف ان هو احيانا في الطريقين ممكن يكونوا مأثرين عليه في طريقة تفكيره. الطريق الاول الناس اللي حواليه، والطريق التاني هو رغباته الشخصية او انحيازاته او عاطفته اي حاجة. لو هو ادرك ان الشقين دول موجودين بيتحكموا فيه هيعرف يتحرر منهم، وبالتالي هيمشي بالتسلسل المنطقي الصحيح البسيط اللي مفهوش جعلصة ولا كلام كتير. بس يعني ده كلام عام يعني، بس هو كل حالة كل كيس على حسب التانية طبعا. فانا لازم اقول كلام عام لان السؤال سؤال عام يعني. هو انا واخد بالي من حاجه تانية برضو ان في كلب في الشارع ما أنا مسنك مع كريم ربنا تحديدا يعني. يستر. يعني اول ما كريم لا والله عموما لو الصوت طلع بتاع الكلب يعني مش عارف هنعمل لا ايه. هو كريم عموما الكلب ده مسنك. لو تلاحظ هو كل ما حاجه هو غالبا الكلب معترض على حاجه معينه، بس هو لو كان بيتكلم كان قال. انا في بس حاجه عايز اقولها من قلبي لبدراوي. حاجتين. الحاجه الاولى انا من اكتر الناس اللي قلت البدراوي كتير على موضوع التمثيل. يعني بغض النظر عن السوشيال ميديا، لا انا دايما شايف بدراوي في التمثيل في السينما، شايفه في حاجه وشه يعني حلو في الكاميرا. وشه ادوات الممثل عامه. انا لما خدت ورش تمثيل من ضمن ادوات الممثل صوت. الناس ما تعرفش ان كريم كمان بيمثل. يعني كريم يعني واخد ورش تمثيل كتير وعمل حاجات كتير، وان شاء الله في حاجه يعني ان شاء الله في حاجه جديده باذن الله. فاحنا خدنا في ورشه التمثيل من ادوات الممثل صوته، وهو بدراوي صوته يعني فيه هيبه وصوته لا بجد والله كسفني والله. وشكله وكاركتر يمشي في ادوار كده معينه يعني محترمه.
يعني انا دايما لما بشوف بدراوي بيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا بحس ان انا غيران. انا عايز اقول له يا بدراوي لا، انا حاسس ان انا شايف مكانك فيه هيبه، في حاجه، في حته حلوه يعني. في حاجه، يعني حاجه مع الاستاذ شريف. قصدك الحاجات اللي انا بعملها على السوشيال ميديا فيها شيبه؟ لا ويعني الحاجات اللي انا بعملها اللي فيها هيبه ده انا عامل زي الكتكوت المبلول يا عم، عامل زي الكتكوت المبلول. اسف. بس يعني فانا دايما شايفه لا، في بهزر الحته دي. بقى. والمستوى الشخصي طبعا يعني من اكتر الناس الجدعه جدا يعني. طبعا ما تحتاجوا في حاجه طبعا كفايه اللي هو تلاقيه. عامله معانا هنا يعني. لا 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 لا، ما تقولوش والله الكلام كتر ده. ألف ولا بصوا خيرك يا جماعه، مفيش ما بين الاصدقاء دايما اي شكر، لان احنا كلنا، انا دايما عندي اعتقاد كده، هو ربنا سبحانه وتعالى والله خلقنا كلنا عشان نبقى كلنا نسند بعض. ده طبيعه طبعا. البشر، واللي فاكر ان هو هيعيش لوحده واللي فاكر ان هو هيعيش دايما بدراعه مش هينجح. والله انا يعني مش عارف اقول ايه يا ريت الكريم. الناس كلها تفهم اللي انت بتقوله ده يا بدراوي، ان اللي انت بتقوله ده حقيقي وصعب يعني. مش بقى يعني مش شاح أي اليومين حد. دول بس كمان الله عندنا ينور مشكله كبيره في موضوع الصداقه عليك. عموما فعلا. والجدعنه يعني والجدعنة. الناس ما بقتش جدعه، بقى الجدعنه للاسف حاسبينها ليها بمقابل. بقى ليها مسميات تانية. مقابل، فحاسبينها جدعنه وهي مش جدعنه. الجدعنه المفروض تبقى بلا مقابل. انا ممكن افضل عطلان في حياتي 10 سنين وانت تسندني 10 سنين وانا اسندك يوم، دي جدعنه. مش لازم تكون الحاجه قد الحاجه، ومش لازم تكون حاجه بمقدار القوه. صح. وبرضه عايز اقول حاجه، مش عايز اتكلم طبعا جد كتير لان هو ده عكس طبيعتي برضه انا وكريم، بس هو بامانه والله يعني انا عايز اشكره على الكلام اللي هو بيقوله ده بجد والله. مش عايز نقعد نشكر في بعض، بس والله يعني هو من الناس القريبه. وانت عارف يعني انا هقول لك على حاجه، انا قلت لك لو هطلع انا وكريم يعني. ايوه ده يعني حقيقي فعلا. وانا بقولها قدام، لان انا دي حاجه احبها وحاجه تشرفني، لان هو وانا كمان والله متربي واخلاقه عاليه. العفو، ربنا يخليك. وبجد يعني بجد صديق واخ يعني. انا ده يمكن حقيقي اكبر والله. شويه، ده حقيقي. بس انت مش لازم يكون صاحبك مثلا قدك والله لا بكلمك، طبعا. بس لا ممكن لا لا. تلاقي واحد شبهك ما دام عندكم نفس نفس الفكر. نفس الستاندرد زي ما بيقولوا، يعني نفس القواعد بتاعتكم والحياه اللي انتوا عايشينها شبه بعض، فما بتتعبش ان انت تشرح له. صح. لا بتعب ان انا اشرح له، ولا هو بيتعب انه يشرح لي. ده حقيقي. انت فاهم قصدي؟ بس فهو ده السبب يعني. ربنا يديم شكرا المحبة. شكرا كريم، وما طب شاء الله بما الله إن اكبر يا جماعه، عشان الحاجات دي بعديها بيحصل. مش عارف الكاميرا بتاعتي فين. خشب. الناس انا عارف ان احنا الاثنين هنقطع في بعض على السوشيال ميديا، يعمل لي فيديوهات. لا يا عم، طب يا أعوذ كريم بالله. معلش، انا لو سمحت هتقلدني بعد اذنك. يا ريت. انا عايزك تقلدني في حاجه واحده بس معلش. إيه لما انا ببقى عايز اقول لك نصيحه. لما بتبقى عايز تقول نصيحه، عايز اقول لك حاجه. خلي بالك علشان الموضوع ده مهم. خلي بالك لا ما تخليهاش، خليها كده مش كده. افكر فيها. طيب ايه اكتر حاجه بتعصبك يا كريم؟ بدراوي. اكتر حاجه بتعصبني، اكتر حاجه بتعصبك، اكتر حاجه يعني موقف بني ادم. من الحاجتين اللي انا فاكرهم دلوقتي، لما حد يعيد الكلام، يعني يقول كلامه يعيده تاني. يعيدوا تاني. يعني لما بتكلم مثلا في التليفون او بسمع فويس نوت، الاقي مثلا حد بيقول لي ايه، بص انا بكره مثلا هنخرج في المكان الفلاني، فلان جاي وفلان جاي وفلان جاي، هستناك بقى. تمام خلاص، المفروض يروح لافف وراجع تاني. بس فشوف بقى انت فاضي امتى، انا زي ما بقول لك فلان جاي وعلان، انت قلتها خلاص، بتعيدها تاني ليه؟ ايوه صح. وقيس على كده حاجات كتير. تمام. وحد مثلا يجي مثلا يقول لك، ما حد يبقى امين معاك في حاجه مثلا، وفي صنايعي ولا حاجه تيجي مثلا تبقى انت عايزه يصلح لك حاجه، فيقول لك، فيكتشف ان الحاجه دي مش محتاجه تتصلح. خد بقى عندك بقى يا باشا، لو والله واحد غيري كان قال لك صلح بيذلك. لا يا باشا، اصل في الامانه، لا بالامانه انا بيذلك. كان ممكن اقول لك غيرها، انا كمان خلاص يا عم مش تعمليش بقى عارف قصه هو يعني. عارف ثمن اللي هو ما غروش هياخده منك امانه يعني، فاهم؟ حاجة عشان صعبة. احسسك كده. طب خد بقى علشان انت امين قوي. بس هم دور على حاجه ما ليهاش، بس دي الحاجتين اللي انا تدور على حاجه ما ما تلاقيش. ليهاش. بتنرفز جدا. انت اصلا انت بتضيع حاجتك بس. طب ضيعنا احنا. ما هو ده اللي بتضيع معصبني. حاجتك بس. بس تليفوني ما وانت بنساوش. يا بدراوي ايه اكتر حاجه بتعصبك؟ عموما في الحياه. اه طيب اكتر حاجه مؤخرا، انا كل مرحله عمريه بتعصبني حاجه. انا دلوقتي بقى يعصبني قوي الناس اللي بتتكلم في غير تخصصها. اوكي. يعني يقاوح في حاجه هي مش تخصصه. يعني يبقى في دكتور قاعد يقاوح دكتور وهو مش دكتور. ايوه عارف. يبقى في ممثل بيقاوحه في شغله، ويبقى في بتاع بيقاوحه في حاجته. في واحد صاحبي اعرفه يعني بيعمل كده، هو بجد. عارف نفسه. يبقى انت ابعت له رساله من هنا. هو عارف نفسه لو اتفرج على البودكاست ده. طب استنى بقى، انا ما اعرفوش بس انا هقرص برضو. لا بس بجد دي بقى اكتر حاجه مؤخرا. ومعلش برضو من البودكاست ده عايز اوصل رساله. اي حد بيطلع يقول اي معلومه على السوشيال ميديا
والمعلومه دي في ناس بتتفرج عليها، لو انت مش متاكد منها ومش تخصصك لو سمحت ما تقولهاش. ايوه في ناس بتصدق، في ناس بتتكلم في الطب، وفي ناس بتتكلم في الدين، وفي ناس وفي ناس بتتكلم بتمشي وراك بقى يا معلم، بص وبتبني افتي حياتها على كلامك خلاص. وعنده بيبقى عنده جحافل من البني ادمين على السوشيال ميديا بيصدقوه بيعملوه، هو فاهم ان هو رماها وخلاص، وهو لما رماها في ناس كتير اتضلت وراه. ففي ناس دي حاجات بجد انا بشوف فيديوهات من دي ببقى فعلا مش قادر. وهو بيبقى عنده تخصص ممكن يطلع يتكلم فيه، مش يتكلمش فيه، يتكلم في تخصص تاني مش بتاعه لمجرد ان الناس عايز تسمع ده. قيس على ده الناس بتوع التخسيس والعلاج والناس اللي بتطلع تتكلم في الاعشاب، والناس بتتكلم في الدايت، والناس اللي بتتكلم في الرياضه، مش الرياضه اللي هي التمارين الرياضيه، ناس بيجي لها اصابات، جيم ناس بيجي لها اصابات. والجيم بقى والحاجات كل ما هو له علاقه بالكلام ده، والسكوادز والحاجات اللي انا مش يعني مش خبير فيها قوي. الاكل كل ده وما تاكلش ده ممنوع، ده مش ممنوع. تيجي تبص والحلاقين دلوقتي واخد كورس والايه الحلاقين بقوا بيطقطقوا دلوقتي. الحلاقين والله. بيطقطقوا ازاي؟ يعني يقعدوا يعملوا يعني قبل ما يعمل لك فوطه ده هي في على واحد فكرة تقريبا جاله برافو عليك، شلل. برافو عليك، برافو والله عليك، برافو في عليك. الهند تقريبا ما كان يعني مصورين الكاميرا بتاعت المحل، فعمل له كده ما رجعش. بعدين قعد يقول له كده هي ده وبعدين بقى- راح عمل كده. بس انت عارف ليه بقى المشكله؟ راح عشان عارف راح فيها ليه؟ الهنود كل كلامهم بدماغهم، فهو كده بوظوا. ما بقاش عشان نافع بيهز دماغهم. عشان كل حاجه يعمل لك ايه بابا، مش فما عارف بقاش فيه يهزها. بابا خالص. هيهز بعد كده. هيهز نصه بعد كده تحت. طيب عايزينك تغني لنا حاجه كده يا كريم بصوت تامر وبصوت عمرو دياب. حاجه يعني حاجه لعامر لتامر بصوت منيب. تامر لعامر منيب الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. طيب ممكن اقول جيت كده على بالي من كام يوم بتاعت عامر. ماشي. ماشي، او انت صعبة حاببها. عليه اكتر ولا اه حلوة؟ غنيها بصوتي. الحنجره دي ما تغنيش. مش قلت هتصعبوا علي اكتر؟ اه انا بصوتي. حاسس ان دي كده اصعب حاجه. اعمل لي واحده بصوتي عشان خاطري، كوبليه واحد بس. كنت على بالي كده من كام يوم. صوتي هيبوظ. صوتك هيبوظ. طب شكرا يا كريم. لا يعني عشان انا أحمل شرف. صوتي بعد يعني. ايه بقى؟ ماشي بصوت عامر منيب يعني. صوت تامر عامر منيب ايه؟ حسني. اغنيه عامر منيب. اغنيه عامر منيب ولا ايه؟ اغنيه عامر منيب بصوت تامر حسني. بصوت تامر وعمرو وعمرو اديب. طيب جيت على بالي كده من كام يوم قلت اما اسال فينك في كلام بيني وبينك عمرو دياب ما اقدرش انسى ايامي معاك وبتوحشني عينيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دي بتموت الناس. طبعا يعني اهلا وسهلا. طب لو رامي صبري. رامي صبري انا بقلد رامي صبري في العرب مش في الخامة، بس هحاول اقلده. احاول اقول حاجه كده رامي صبري. وانا دايما اقول يا حبيبي يا ريتني معاك وافضل مشغول ما اقدرش في يوم انساك بس الايام واخداني زي ما واخداك. يعني العرب مش الخامة. حلو يا استاذ رامي. مين من المغنيين اللي انت شايف ان انت صعب تقلده او شايف ان هو حد كاركتر صعب شويه؟ انا انت شفتني انا بغني والله لا، تعرف ان هو- انا كاركتر صعب قوي. او نفسك تقلده يعني بتحاول تقلده؟ مغني بحاول اقلده. هي الموضوع معايا انا بقيسه ازاي؟ هي في لو واحد مثلا صوته مش مميز او صوته ما فيهوش صوته عادي فده انا هقلده ازاي؟ انت فاهم، فاهمني؟ فاهم. صوت عادي زي صوت اغلب الناس بيتكلم حد عادي. صوته حلو صوته مميز لو حد صوته حلو يعني هقلده في العرب يعني العرب بعرف اقلد اي مغني تقريبا في العرب، انما في الخامة دي حاجة ممكن اغير صوتي اوصل لحاجة معينة وفي حاجات مش هعرف اجيبها خالص. اساله سؤال رخم قوي. اسال انت. في حد من المشهورين قبل كده اللي قلدتهم اتضايق منك؟ حد من المشاهير اللي قلدتهم متضايق مني؟ ما وصلنيش حاجة زي دي خالص. هو تامر عارف ان انا بقلده وبيضحك جدا ان انا طب خليني انا بقى اوصل لك المعلومه دي عشان انا جالي معلومه ان في حد زعلان منك جدا. محدش زعلان مني. احسن، برافو عليك، شاطر. ما مين؟ شربهاش ما شربهاش ها؟ كنت اشربها له بس ما شربهاش. انت المفروض بتقول مين انت عايز اي فضيحه؟ مين أيوة، مين خبر حصري. اي حاجه خبر، وده خبر حصري برنامجنا. لا انا في حاجه بحب اعملها هي جديده
بقلد حد لو قلد حد، فاهم حاجه؟ مم. يعني مثلا فهم يمسكوا هم في بعض وهو يطلع من الناس تامر تانية. حسني لو قلد عمرو دياب، يعني لو انت قاعد مع تامر حسني وقلد مع عمرو دياب وهو قلد عمرو دياب، هيعمل ايه؟ انا هقلده هو لو قلد عمرو دياب هيعمل ثواني يا حاج اجد لكم عمرو دياب بقى. اهلا وسهلا. طب ما عاملين الحاجه دي من زمان قوي اهلا وسهلا. يعني ما حلو والله، حلو الميكس ده. ماشي. انت بتعرف تقلد يا هغني. بتعرف تغني؟ بص أعتقد هو أنت انا لو لا غنيت هتفجر الاستوديو. بدر بيعرف يقلد صوت البتاع اللي على هي فكرة. اللي هي الهيلتي بتاع الار. بص هقول لك على حاجه، هو انا بعرف اقلد فعلا، بس انا مش يعني بص عارف انت لما يكون عندك بعرف العب كوره بس مش حريف، فمش بتاعتي، هل في بس حد بعرف بيبقى بيحس إن وبعرف صوتك اقلد مزعج؟ ناس بشكلهم بمشيتهم بطريقتهم بتاع، يعني برضو من الناس في كريم كده قال حاجه دي كانت عندي برضو وانا صغير بتاعت المدرسين، كنت باخد بالي كنت بطلع اقلد وبتاع، بس انا لا انا نميت الموهبه دي ما نميتهاش. وانا يعني اصل التقليد ده بالذات هقول لك على حاجه، يا تملكه 100% عشان يطلع شكله حلو زي ما كريم بيعمله كده ويجيب التفاصيل كلها بالكاركتر، يا بتعرف تقلد نص نص فيطلع شكلك وحش قوي، يعني هتطلع شكلها مش حلو. انت فاهم قصدي؟ مش قوي ده مش شبهه، لا تصدق هتبقى اوحش فما تعملهاش. الناس هتقول لك كلام جارح. برافو عليك. لا ما حدش يقدر يقول لي كلام جارح على محمد بدراوي. انا بتكلم في العموم، في العموم. كلام جاي. طب قول لي يا بدراوي، لو انت حيوان، انا خايف لو انا حيوان. ليه يا ابني؟ انا حيوان عادي. ايه اكتر حيوان تحب، يعني ايه اكتر حيوان تحب أنا عايز اصحى من النوم ابقى الحيوان ده، وليه؟ بص اصل ده سؤال صعب بجد والله. اصل جالي في كده واحد صاحبي كان زمان كان يقول لي انت شبه النمر الابيض، ما تسالنيش ليه. الابيض بتاع موكلي. فدخلت اتفرج عليه. موكلي كان فيه نمر اسود والنمر العادي، ما اعرفش النمر الابيض ده جبته منين. أبيض. النمر الابيض ده اللي شبه الشوكولاته اللي هي بتاعت الشمعدان بتاعت زمان كده، كان ابيض. أيوة عارفه. فكان في واحد نمر كده، وفي واحد تاني اصفر شبه النمر الاصفر لو تفتكر. لو جيلي الشمعدان معايا هم يبقوا فاهميني يعني. فهو كان دايما يقول لي انت شبه النمر الابيض وما اعرفش ليه. تمام. انا لما جيت قعدت افكر في الموضوع، دخلت اقرا عن النمر الابيض ده، فاهم ايه قصته يعني. فطلع في حاجتين غراب جدا يعني النمر الابيض ده. اولا هو طبعا ما فيش منه غير في اماكن معينه محدوده، وما اعتقدش يعني. جدا، وملوش علاقه حتى بالتلج، وما اعرفش هو برده كان بيقول ده كده ولا على شكلي يعني. مع حواجبي مثلا انا بواجه تنمر فظيع على فكره على موضوع الحواجب. حواجبي الناس اصل انت لما واحد يكون اقرع وحواجبه زي حواجبي شريره وصوته كده، فالناس كلها بتتعامل معاه ان انا قتال قتله، وانا في حقيقه الامر قتال قتله فعلا. غسان مطر. فدي حاجه وحشه، مش عارف اخبي الشخصيه، عايز اخبي الشخصيه مطر الشريره. على قريش شويه. ايه ده كده ده تعمل ايه صح. ايوه. بس يعني أنت انا كان لا نفسك بالحيوانات تبقى لا. امال بص اصل انا مش عايز اقول انا بحب ابقى كلب، لان انا بحب الكلاب والخيول ماشي. اكتر الكلب ده اتنين أكتر حيوانين. حيوان وافي في الحياة. ما انا يا يعني ريت هو الواحد يبقى كلب عادي، مشكله بجد والله يعني الكلاب انا شايفها ان هي بعد ما ربيت كمان اقتنيت كلب، عندي كلب يعني تيمور. بوجه له التحيه. تيمور يا تيمور جماعة، تيمور. ربنا يخليك يا تيمور، عشان تيمور تيمور يا عيان حبيب قلبي. بجد والله بيفشخ بوجه له فينا. التحيه، بس عيان والله، عشان كده انا بوجه له التحيه. ألف سلامة. يا رب تبقى سمعنا يا تيمور، هو هيفهمني. اهو بس انا كنت خايف وانت شايلها من عليك واعملها انا، انت فاهم. تحديدا الكلاب والخيول. الخيول اصيله، حيوان اصيل. الكلاب وفيه، فهم الاثنين فيهم افضل يمكن شخصيتين موجودين في الحيوان. افضل شخصيتين موجودين في الحياه عموما. فانا عايز ابقى حصان كلب او كلب حصان. يعني راس حصان بجسم كلب او جسم، المهم ان فيهم نفس انا كلب فصين. حصان. انا كلب، انا حصان كلب، حصان جدا، او كلب حصان قوي، فاهم. وانت يا كريم؟ انا عارف. طب هقول وانت قلت توقعك كان صح. ماشي. هو يعني لو هتقولي نفسك كنت تبقى حيوان ايه، ده ملوش علاقه بايه الحيوان اللي انا بحبه. يعني انا بعشق الكلاب جدا، انا عارف. بس لو انا اخترت ان انا ابقى حيوان فهكون يعني نسر او صقر. نسر او صقر، مش عشان المعنى بقى بتاع النسر يعني مش كده، بس عشان اللي هو ايه، حاجتين. الحاجه الاولى ان انا اقدر اروح اي حته انا عايزها. ما انت ممكن تبقى حمامه وتعمل كده عادي. لا 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 ما هكمل بعيدا بقى عن ان هو يبقى حمامه، هكمل. فصقر اشيك. يعني وعصفوره برضو هتبان مش حلوه في الشغل. لا هو الحمامه اختار. معلش، الحمامه يعني اسمع بس والله. المشكله في الحمامه ايه، الحمامه دي بتلاقيها بتعدي الشارع عماله بتعمل كده، ممكن عربيه تخبطها هبله اساسا، فاهم. الصقر يعني عنده حكمه بيطير. ده
هو اللي جاب السيره. لا كمل انما الصقر او النسر تحس عندهم رزانه. والحمامه الحمامه على فكره عندها رزانه اكتر من الصقر والنسر لو بيتكلمنا عن الحمام. الحمامه عارف بتمشي والحمامه إزاي؟ بتتحشي حاجتين، محشي فريك. بتتعمل محشي رز او فريك. الصقر ما بتحشيش. فأنت ايوه، ممكن ما انا تحشي عادي. هتحشي واتكل ليه؟ ما انا عايز احافظ على بقائي. فهبقى حطير، عايز اصطاد حاجه اصطادها عندي قوه واقدر اتحرك ونظر. فيها. الحمامه عندها قوه تقدر تصطاد. ونظر. ونظر. بتصطاد ايه، رز؟ لا لا يا عم، حمامه ايه اللي عندها شفت الحمامه بتمشي ازاي؟ شفت عارف ما احنا بتعمل كده. عشان يعني عشان يبقى طب فيه انت قلت جاوبت ليه عايز تبقى صقر او نسر. طيب حلو قوي. طب انت يا بدراوي شايف كريم لو بقى فاكهه هيبقى انهي فاكهه بالظبط كريم غير الكاكا؟ لا هو مش زي الكوكا. لا خالص. اتقل يا ايمون، اتقل يا وانت جاي في الدور. اتقل. كريم شبه مش عارف مش يعني بص انت ماشي. حاسه كده كريم جوافه. حلو. بتجيب امساك خالص دي فيها فيتامين سي، بتتعمل يعني فيها فوائد وبتتعمل حاجات كتير. جوافه باللبن. الجوافه تشرب باللبن، من غير لبن بتتعمل كده اهو. بس مليانه بذر. احنا بنشيل البذر اوكي. بس هو لو بس اشمعنى شايفه جوافه يعني؟ مش عارف. الموضوع بيبقى ليه علاقه. احيانا بشوف صحابي كنت زمان بقعد شبه اصحابي ده العربيات. تنمر. فلا هو مش تنمر، بس انا حاسه شبه الجوافه. حاسه في الحته دي. شبه الجوافه. في الحته دي. انت راضي عن اللي بيتقال عليك ده؟ انت شبه الجوافه. هو عارف ان انا بحبه فهو هيتقبلها لا مني. حلو الجوافه، حلو. بس انا بحب عصير الجوافه فعلا بجد. لا الجوافه جميل. وانت شايف بدراوي فاكهه ايه؟ لازم فاكهه. شايفه اني مش اكله هي فاكهه بقى. خضار. خليها فاكهه وبعدين لما نشوف موضوع الخضار. لا بروكلي صحي، انا مش صحي. بدراوي شبه فاكهه ايه؟ ممكن نقول مثلا كانتالوب. كانتالوب. انتوا بتختاروا فاكهه يعني مش فاهم. مش هو نختار فاكهه، ما هي دي الفاكهه. انت عايزنا نختار فاكهه مره في الفاكهه. موز يا جماعه، في تفاح. انت بتحب الموز؟ انت بحب الموز انت يا ايمن. وتحب الحمام؟ ايه حكايه؟ بحب وهو في الاخر شبه نوى البلح. شبه لو بلد في الاخر. اقول لك في الاخر. ايوه انتوا شايفيني فاكهه ايه طيب؟ انت يا ايمن صاحبنا الجميل. انت فروت سلطه. انت كله مع بعضه. طبعا. لا انت شبه ايه بجد من الفاكهه؟ يعني لو اخترتك من الفاكهه استنى كده، انا عايز اركز معاك شويه. طب كده تنفع برتقال. بالظبط. برتقال بسره. ده اللي بيتعمل عصير صح؟ بتعمل كل حاجه. أوكي. انا بحب اختار الحاجه اللي بتعمل منها كل حاجه. فيتامين سي برضو. بالظبط. حلو. انتوا الاثنين في الحته دي كويسين. حلو. في الحته دي فيتامين سي. وانت كيكو؟ انا شايفك ايه من الفواكه ولا اي عموما حاجه؟ نعم الفواكه. انت الفواكه. بوس ايدك. يعني خلينا في الحته دي. ممكن مش عارف، حاسه نوى بلح، مش عارف نوى بلح. يعني مش البلحه حتى ما رقتش صاحبك. اديني بلح. ما ارتقاش للبلحه. طب هقول لك حاجه. هو اللي عارف السوداني، بس السوداني اللي هو اللي هو اللي بتكسره ده مملح من دايما بره. واحده تقع على الارض وتاخد شله تاخد واحده تاخد شله. سوداني يعني. سوداني شكلك سوداني. جبني من مقله في الاخر. زول. بالظبط. حلو قوي. طب انا عايز اسالكم سؤال جد شويه. يلا. احنا كل ده كان جد اصلا. انتوا شايفين ايه؟ شايفيني ازاي؟ شايفينك ازاي؟ شايفين ايمن ازاي؟ كده اهو. حياته ازاي كده بجد؟ قاعد على شمالنا. نتكلم على المميزات. ما بلاش. عموما مميزات عيوب. عموما شايفيني ازاي؟ هي اقول لك على حاجه. هو كل البشر فيهم عيوب، تمام؟ وما فيش حد كمال لله سبحانه وتعالى. طبعا ونعم بالله. لكن الفكره ان انت تتعامل، يعني لو انسان عنده عيب، لو عنده وعي بالعيب ده اعتقد هيعرف يتحكم فيه بطريقه غير مباشره. بس لو هنتكلم على المميزات، مميزات ايمن كمل ضحك عادي بجد. انت مش جد؟ لا والله عادي. انا جد بس يعني انت بتشتمه على فكره. انت ما قلتش حاجه صح. قالك بقى لو هنتكلم بقى على المميزات كل ده في الاخر بيلوش. لا يعني قصدي مش هتوقعني على فكره فيه برضه. مش هسخن. ما بسخنش انا على فكره. لا كده 1-0 يا بادزي. تمام.
انا كنت اصلا عايز اقوم من الاول على موضوع الفراخ اللي هي البيضه بس ما رضيتش. اللي هي واخده محقونه دي، تلاقي محقونة. الفرخه ضربه جيتش في دماغها، تلاقي يعني بس قلت فاكهه فجأة مشينا حصرتنا اقول لنا شبه ايه، شبه ايه اديلنا وريحنا. مساحه كبيره. ادينا مساحه مره بقول لبدراوي انت شبه حاجه، قال لي حاجه قال لي شبه حاجه والله، زي قلت له حاجه. ماشي قول لي يلا. ايمن انا بحب فيه طيبته اللي مخلوطه بهدوءه، فاهم حاجه هو فاهم حاجه يعني؟ لا بجد والله. فاهم حاجه يعني جدا. والله في والله واحد بجد. يعني في واحد طيب وتحسه بيفرق كتير، صح. وفي واحد طيب تحسه هادي. صح. يعني وانت بتكلمه ما بتشيلش هم، وانت يعني في ناس بتبقى شايل هم ان انت مثلا اتفقت معاه على حاجه فهي هتتضايق، فتبقى قاعد تفكر طب انا هصالحه انا مش عارف ايه. لا ايمن يعني هادي وطيب وصريح وواضح، وعايز يبقى عايز يطور من نفسه فعلا. يعني دي بشوفها دايما، يقعد يقول لي احنا عايزين نعمل كذا، انا عندي فكرة كذا. يعني هو دايما سخنان ويسخن الواحد معاه. فدي الحاجة اللي انا شايفها. بقى لا مفيش، اصل اقول لك على حاجة يعني. اكيد في يعني اكيد لا، كلنا عندنا عيوب. يعني هي عيوب. أنا لا. اصل هقول لك على حاجة، ممكن لو انا مثلا في عيب، انا لا، ومش هقول على الهوا. لو انا في لو انا مثلا انا اكيد في عيوب يعني، بس مثلا في عيب معين مثلا انت ما تشوفوش معايا، انت فاهم؟ انت تشوفه لو انت عايش معايا، فاهم قصدك. فاهم؟ حاجات كتير. فما فيش حاجه مثلا مفيش عيب اللي هو يقفلك مني خالص خالص بوضوح. وانت شايفك وانت بتبص لي. قول. بص انا عايز اقول على حاجه. انا مش قصه عيوب ومميزات، انا بشوفك كشخص زي ما قال كريم، انت شخص فعلا هادي مريح. يعني انا ممكن اكون ما اعرفكش من زمان قوي، بس فعلا ما بجيتش تعب في التعامل معاك. واسهل حاجه في الدنيا او احلى حاجه في الدنيا، اسف، ان انت تلاقي بني ادم بسيط سهل. يعني مش محتاج وانا بكلمك دايما ان انا اعيد الكلام واقعد اقول لك على فكره انا قصدي كده يا ايمن. أيوة ايمن لو قلت له كده هيتقمص. لا، ايمن انا هقول الكلام وانا عارف ان هو هيفهم. انا عارف ان انت هتاخد الحاجه بالنيه بتاعتك انت، فانا عشان عارف ان انت كويس فلما بقول لك الحاجه بقولها لك زي ما هي، مش عارف انت هتاخدها زي ما هي سواء حلوه او وحشه، بس مش هاجد صعوبه في التعامل. فانت راجل سهل لين، ودي حاجه فيك جميله. وبرضه والله مش يعني يمكن مش هزيد على مش كلام، موجوده في اليومين مش دول، موجوده في اليومين دول خالص بجد. بنتعب جامد وهزيد هضيف عليهم حاجه كمان، ان انت طموح. انت عندك طموح، وانا بحب البني ادم الطموح اللي بيلهث دايما وراء عايز ينجح وعايز يكبر وعايز يغير. يلهث دي عشان تيمور ولا يلهث سادة فعلا عشان تيمور وتمشي الاثنين. انا راجل بتاع على راسي بس انا لسه ما قلتش العيوب. قبل بنحاول ما تقول الكلمتين والله نعمل حاجه، يعني بنحاول ان احنا نعمل حاجه، والحمد لله ان ربنا رزقني باصحاب وناس كويسين، وبيوقع في طريقي دايما ناس كويسين. يمكن دي من دعوات الام ليا، يعني ان دايما الام دايما كانت بتدعي تقول لك ربنا يوقف لك ولاد الحلال. فالحمد لله انا في ناس ولاد حلال كتير قوي في حياتي. انتوا طبعا مش عشان انتوا قاعدين معايا والله، واسالوا ناس كتير قوي انا بتكلم عليكم ازاي ولا بقول عليكم ايه. هسال. اسال يا باشا. يبقى ما تخافش على فكره. عايز تعرف العيوب؟ العيوب ماشي طبعا. صح، هتموت وتعرف العيوب اللي فيك، صح؟ عايز تعرف بجد، عايز تعرف العيوب اللي فيك بجد؟ طبعا قول. يبقى انك طيب قوي، عارف اللي هي عيب فيك ينفع ميزه فينجحك في الانترفيو. طيبه ازاي ده؟ انت مشكلتك ان انا ما باجي على حياتي الشخصيه عشان خاطر شغلي. خدوه معانا، ده معانا في الشغلانه، ده طموح. وده اكتر واحد بقى ما بيشتغلش، بيقول لي الكلام ده ما بيشتغلش. خلاص غير. انا وقفت ما عنديش القعده حاجه دي، والله، لا ما عنديش حاجه والله العظيم اقدر. انا وقفت انا القعده دي انا سبت ما بقعدش مع اصحابي عشان كده واقف القعده دي. شفت واقف القعده انا لولا ان انا دوست على ناس كتير ما كانش زماني قاعد في المكان اللي انا قاعد فيه ده. لازم تبقى شرير عشان احنا في غابه. صح. الضعيف فيها بياكل الديابه، بياكل الغني. اي كلام في البتنجان. اي حاجه. حكمه عيانه. هسألكوا سؤال جد بقى برضو. في حياتكم انتوا عموما. ماشي. انا مش عايز اتطرق لحياتي الشخصيه عشان حياتي الشخصيه خط احمر. ماشي. خصوصا عيلتي. ماشي خلاص انا هسأل كريم. اتفضل. حياتي الشخصيه في بتجمدها مع الفراخ. ايه اكتر موقف يا كريم لو رجع بيك الزمن عايز تغيره، او لحظه حصلت لك كده زمان في حياتك لو رجع بيك الزمن قلت يا انا نفسي ارجع اغيرها؟ كنت في حاجات اتعلمتها لو كان رجع بيا الزمن كنت اتعلمتها بدري وخدت فيها خبره بدري.
بس زي؟ يعني حاجات مثلا يعني مثلا زي الدراسه انا كنت مش طالب يعني ما بحبش مجتهد، المذاكره ما كنتش خالص. مجتهد لا في الدراسه عموما، يعني ما لا بتحبش انا المذاكره لا انا ما مجتهد في انا الهلس. ما يعني في القاع تحت خالص، يعني ما بطيقش افتح كتاب واذاكر كده. للناس اللي شايفانا الاولاد الصغيره ما تعملوش زي كريم، خليكوا زي ايمن، ذاكروا. انت كنت بتذاكر ايمون؟ فما انا هقول بقى اللي بعد كده عشان ايه اصلح الموضوع. البالانس، يبقى في بالانس. اديني فرصه اتكلم. اتفضل المايك معاك. يعني مثلا موضوع الدراسه بصفه عامه، سواء المدرسه او الجامعه. يعني انا رحت جامعات كتير، فلو كان رجع بيا الزمن كنت هعرف قيمه ان انت لازم تذاكر عشان تعدي، وعلشان تعمل حاجات. انا يعني كان لو كنت عملتها بدري شويه كانت فرقت في حاجات كتير. بس انا مش من الناس اللي بيقولوا يا خساره وندمان وبتاع، بالعكس. بس دي الحاجه اللي انا كنت ممكن اعملها. يعني ده اكتر موقف انت حاسس ان انت يعني حاجه حصلت لك زمان وهي دي اللي انا عايز اغيرها؟ دي اكتر حاجه؟ هي حاجه عامه تشمل حاجات كتير، بس دي اللي كانت دايما محوطاني لما بقعد كده ايه افكر مع نفسي. قلت طب انا دلوقتي عندي مثلا 35 سنه، انا من 15 سنه كان ممكن يبقى عندي خبره كان عندك في كام بعض سنه من 15 سنه؟ مش عارف. كم؟ كان في حاجات انا اتعلمتها وعرفت قيمتها يعني في العلم عموما. اوكي. وانت يا ابو تراب، ايه اكتر موقف كان نفسك تغيره لو رجع بيك الزمن، او لحظه؟ لا هو مش حاجه معينه انا ندمان عليها. هو لو رجع بيا الزمن كنت قعدت مع والدي الله يرحمه فتره اطول من كده. يعني في فترات بتبقى في شبابك وانت صغير برضو بتبقى واخدك صحابك خروج بتاع مش عارف ايه. حابب اقول كلمه من المكان ده والله، اي حد يا جماعه ابوه وامه عايشين كويسين معاه، مش كويسين، اللي ابوه عايش او امه عايشه بجد على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. على الحياه صعبه والناس عندها مشاكلها وعندها شغلها واكل العيش وبتجري ورا حاجه معينه. على قد ما تقدر اقعد مع باباك، اقعد مع مامتك، اقعد مع اخواتك، عشان لما حد فيهم بيروح فعلا بتندم. يعني بتتمنى احيانا ثواني بس ما تشوف نمرته على التليفون او تكلمه كلمه مهما كان. ومش عايز حد يقول لي اصل انا ابويا وحش معايا، اصل انا امي وحشه معايا. طبعا. انا عارف ان في حاجات من دي موجوده، الاهل مش بيتعوضوا طبعا، قسما بالله ما بيتعوضوا ولا حد بيبص. الصحاب بيتعوضوا كل حاجه في عايز أقول الدنيا لك حتى بتتعوض. يعني ممكن الاخوات كمان يتعوضوا في اصحابك، ابوك لكن وامك، ابوك وامك طبعا. الشخصين اللي ولادك هما مش هيتعوضوا. ولادك مش هيتعوضوا. اولادك طبعا. اشخاص اللي هي عايزاك فعلا تبقى انت احسن منه. فاللي يشوف، معلش انا اسف وبيدوا من اقول، غير مقابل، يعني هو ما بيبقاش عايز منك حاجه. هو انا هقول كلمه صعبه شويه بس يعني اللي يلاقي يعني بص جزمه ابوك بوسها بس طبعا. مش هقول اكتر من ده- كده. وجزمه امك شيلها على راسك. ده ده كلام- ده حقيقي، ده حقيقي مهم. وعلى فكره هم دول الخير. يعني انت لو خير. معاهم تمام هيبقى معاهم خير. ماشيين ربنا يخلي الناس اهليها ويرحم الناس اللي فقدت اهليهم احنا يعني. ماشيين ببركتهم آمين. يعني، وربنا آمين. يرحم ربنا موتانا جميعا. طيب دي اخر فقره في البودكاست. انا مش عايز اقفل البودكاست والله ولا انا. والله العظيم، والله مبسوط. تعال نكمل. انا كمان. نكمل مع المونتير يتعب واحنا نكمل. يلا بينا. هلعب معاكم لعبه كده، ماشي. هو تحليل نفسي او تحليل شخصيه. اعوذ بالله. هسالكم شويه اسئله وهتكتبوا الاجابات بتاعتها في الورقه دي، ماشي بس ما حدش يقول لي الاجابه. ماشي. اجابات عايز بس اسمعها في الاخر احنا لو خالص. شايفين بعض عادي صح؟ ما تشوفش، لا ما تشوفش. ما بصش شعراته. كل واحد يكتب الاجابه كريم كان بيقول لك انا في المدرسه مش شاطر، شكله كان بيغش فهيغش مني. لا ده انا كنت غبي ما بعرفش ماشي طيب. تسمع. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل، انت ميرسي يا انت حبيبي. حد جميل. ميرسي يا قلبي. اتفضل يا استاذ يلا ايمن. جاهزين؟ جاهزين يا مستر. بسم الله. بسم الله. عايز كل واحد فيكم يتخيل كده ان هو على مركب في البحر، والمركب دي بتغرق بيه، والمركب بتغرق، بص لقى مركب تانية جاية تنقذه، فنط في المية عشان يروح المركب التانية. فهو طالع المركب التانية بص لقى فيه ناس معينة على المركب دي. كل واحد فيكم يقول لي هو شاف كام واحد على المركب. ما تقوليش الإجابة، اكتب الإجابة. بالمركب اللي جايه تنقذنا. شفت كام واحد على المركب دي؟ كام شخص؟ ما تقولش الإجابة، اكتبها. ما هو انا ماشي. يتخيل، كل واحد يتخيل. انا هقول حوالي، انا اكيد مش هعدهم يعني. عدهم، ما انت لازم هعدهم تعدهم. ازاي وانا هشوفهم منين؟ ما انا تحت تخيل. سفينه كبيره. مش سفينة، دي مركب. مركب اللي هي بتاعت الفلوكه يعني. يعني مركب عموما ماشي، بصرف خلاص. النظر فلوكه باخره شاحنه خلاص باخره. تمام. اوكي ماشي.
نزلوكوا في تمام. مم. الناس دي نزلوكوا على شط وادوكوا شويه اكل وشويه لبس وحاجات عشان تشقوا طريقكم. مم. تمام. هو انا وكريم في نفس المركب ولا انا لوحدي؟ لا كل واحد لوحده. كل واحد فينا في مركب. كل واحد بس لوحده. بتقول انتوا. انا بتكلم بصيغه بصيغه الجامعه. عشان- ماشي تمام. تمام. بصيتوا قدامكم لقيتوا صحراء كبيره واسعه جدا. هتمشوا فيها كتير. صحراء ازاي يا ايمن؟ انا في مركب هننزل في صحراء ازاي؟ ما هي اللعبه كده. ماشي. هي اللعبه كده. دي لعبه خيال نفسي. تخيل ده تجيب لك تمام. مرض نفسي. بحر وصحراء. ماشي. وانت ماشي بتدور على بشر، عايز تلاقي ناس، مش لاقي ناس، وماشي بقالك كتير قوي. كل هم واحد- سابوني ومشيوا. هم خلاص مشيوا بقى. خلاص اتكلوا على الله. رموكوا. ماشي. تمام. طب ما ياخدوني يروحوني وخلصنا من القصه دي. في رحلتك بقى وانت ماشي في الصحراء. انت بتمنتجني. ماشي. انا قلت حاجه ولا كلمه اسمها قلبه وانت ماشي بقى. ها حاولوا ما نهزش الترابيزه بس عشان ماشي بس. بعد اذنكم. في رحلتك وانت ماشي في الصحراء دي غيرت كام جزمه؟ بغض النظر عن المسافه. بغض النظر بقى، انت المسافه دي انت حر فيها. ما هم ادوكوا شويه حاجات. الناس اللي كانوا على المركب دول ادوكوا شويه حاجات. لبس بقى واكل وبتاع. غيرت كام جزمه في الطريق؟ تمام. جاوبتوا؟ فجأة مرة واحدة وانت ماشي كده لقيت مدينة كبيرة قوي. ولقيت قصر. قصر كبير قوي. وقررت ان انت تخش القصر ده. تمام. وهم سمحوا لكم ان انتوا تخشوا القصر. الناس اللي واقفة على البوابات. بعد كده فضلت ماشي في ممر كبير طويل لحد ما لقيت الأوضة بتاعة الملك والملكة. اوكي. دخلت لقيت الملك قاعد جنب الملكة على العرش. اوكي. والاتنين كانوا بيبصوا لبعض. كانوا بايه؟ كانوا بيبصوا. تمام بيبصوا لبعض. الاتنين معلش كانوا تعرف ان انا راجل بيبصوا في او لبعض. في او انا بخاف يا من مخارج الحروف. ايوه. فبهتم بيها جدا عشان الطلبه عندي بس ما يقولوش ان انا تمام. اوصفوا لي كده نظراتهم لبعض كانت عامله ازاي؟ بيبصوا لبعض بحب، بكره، بغيره، انت جايب اللعبه دي من منتديات شكل ودردشه عنابي أيوة. والحاجات دي. جاوبتوا على السؤال ده؟ جاوبت. تمام. سبت الاوضه دي ونزلت على سلم ده انا حلزوني. بتفحش في المكان بتاع اللي خلفوني. ما خلاص بقى. الملك والملكه قعدوا سابوني وبصيت عليهم ومشيت. ماشي. نزلت على سلم حلزوني كده. تمام. والسلم ده شبه مظلم كده، فيه شويه نور بصيص، نور بسيط قوي. بصيص. بصيص من نور. بصيص انا كده. وانت نازل عدى من جنبك شخص تعرفه او بتشبه عليه. الشخص ده بقى راجل او ست مش هتفرق. مين الشخص ده؟ تمام. جاوبته. السلم ده وداكوا لأوضة فيها أكل كتير قوي. واحد مسكني يضربني علقه جامده. ماشي. ضربك ها. بصيت لقيت ايه؟ ترابيزة كبيرة طويلة فشخ فيها أكل كتير. فأنت طبعا جعان من الرحلة. قعدت احش. لا بصيت لقيت كده طبق. شركسيه. بصيت جواه لقيت فيه عصير برتقال. في الطبق. طبق غويط ماشي. فيه عصير برتقال. ماشي. العصير ده كان مليان لحد فين في الطبق؟ ماشي. جاهزين للإجابات؟ جاهزين. تمام. أول سؤال. عدد الأشخاص اللي أنت شفتهم على المركب. قول لي الأول، تحبوا تقولوا الإجابات ولا أقول لكم؟ نقول لك الإجابة. ممكن نقول يعني إيه؟ مش فاهم. لا يعني عايزة يعني كل سؤال ده بيمثل حاجة في حياتك. يقصد يعني يقول لنا لو شفتوا كذا شخص يبقى ده معناه ان كذا. ولا تسمع إجاباتنا وتحللنا وأحسن وخلاص. طيب شفتوا كم شخص على المركب؟ أنا شفت 2. أنت شفت 2 وأنت يا كريم؟ 5. طيب الأشخاص اللي أنت شفتهم على المركب هم عدد الأشخاص المخلصين اللي في حياتك. انتوا الاثنين. انا قلت 2 بس انا شفت في مركب بنتين بصراحه، ما كانش فيهم 2 رجاله والله. ما اعرفش ليه بس تمام. طيب بالنسبه للجزمه لبستوا كام جزمه؟ انا كنت ماشي حافي، ما رضيتش امشي الجزمه.
طلع بحر وميه ما وبتاع رضيتش انت جزم بقى، ايه انت- وبتاع مفيش شرابات انت بتجتهد. مبلول والله مشيت حافي شفت نفسي ماشي حافي هلهول حلو قوي. اشعث الشعر قول لي انت يا كريم. قبل انا غيرت جزمه تمام كوتشي، وانا كنت لابس جزمه جامده شويه. كلاسيك كوتشي لابس في كلاسيك في الجري. المركب لا مش شرط تبقى كلاسيك، بس يعني جزمه كانت تمام. جامده شويه تمام ضيقه عليا ان هم مش عارفوا مقاسي. مم. لبست واحده تانية رياضيه بتاع عشان لما اجري اوصل اسرع، ما فيش يعني حاجه كام تخش جزمه؟ كام جزمه؟ هي يعني غير لابس واحدة بس. وغيرت واحده. يعني 2 في الاخر. توتال 2 لبست جزمتين. مم. جزمتين. ماشي. عدد الجزم بيمثل عدد المرات اللي حبيته في حياتكم. يبقى انا ما حبيتش مره وماشي حافي صح عشان دي كده انا عدد سنجل المرات لحد اللي دلوقتي انتوا حبيتوا فيها في حياتكم. انا بحب نفسي يا ايمن اتفضل طيب القلب يحب الملك والملكه مالهم شفتوهم ازاي؟ انت شفته ازاي؟ وشفتهم في وضع مخل والله ما اعرفش ليه برضه طيب وانت يا كريم؟ لان هو كانوا بيبصوا لبعض وبعد كده بصوا لي فالموضوع كان مخيف انا شفتهم بيبصوا لبعض وبيبتسموا، يعني نظره فيها مبسوطين يعني. مبسوط. ما هم دخلونا بقى وزربيح الدنيا طيبين بقى. ماشي. الملك والملكه بيمثلوا شريك حياتك. عاوز ده شركاء حياتي الاثنين انا كده شركاء حياتي الاثنين انت مش ينفع تتجوز. خيانه ده اتنين المفروض دول بيمثلوا في اللعبه اتنين دول بيمثلوا شريكه حياتي يعني مراتي واللي المعنى- بخونها معاها المعنى- مثلا صاحبتي المعنى بتاعه. المعنى المعنى في بطن الشاعر. ده كان مش في بطني بس ماشي ماشي. الشخص اللي انتوا شفتوه على السلم انت شفت مين؟ ناس بيجري كريم كامي كريم شفت كامل. ناس بيجري من جنبي وعشان قلت وضع مخلف فقلت كريم. لا حسيت بتجري من حاجه ما اعرفش ليه ماشي. ماشي. وانت يا كريم انا شفتهم شفت ابنهم. شفت مين؟ ابن الملك والملكه. لا إيه؟ هو تخيل ما انت ده خياله مش هو. محدد. شفت مين؟ هو شاف انا ابنه قلت لك شفت مين تعرفه في حياتك، ما قلتلكش شفت لا، ابن لا، الملك هو والملكة لا تعرفه انت في حياتك. قلت لا كده. يبقى هو ثانيه واحده الكاميرات بتصور نرجع الفار. نرجع. لا من حياتك دي ما انا ما يعني يا اما انت شفت قلتها مين من وانا ما حياتك؟ سمعتهاش. لا ده اللي انا قلته. انا ساكن قريب من خلاص هنا. احنا اسفين يعني حرام. ممكن نجيب ناس ونجي لك دلوقتي عادي شفت مين من انا سهل انا قلت كريم بأمارة ان هو قال بدراوي كريم واحد كامل. أنا- بأمارة ان هو جاوب قال كريم كامل. لا انا هو اللي جه في بالي مش والله معنى ان هو قال بس كريم انا مش كامل- فاكر مش معنى ان هو قال كريم كامل انت قلت له حد طيب ما يعرفه. ممكن تجاوب على الحتة دي طب جاوب على الحته دي قبل ما اقول هو بيمثل ايه؟ تخيل تاني حد تاني غير العيل حد بيجري بقى حد ورا العيل تعرفه في حياتك. طلع العيل ده بيجري وفي واحد بيجري وراه حد تعرفه في الحقيقة. في الحقيقه واحد صاحبي يعرفه بس يعني مش لازم اقول اسمه. ايه المشكلة عادي. ما هي حاجة عادية على فكرة مش هذم ما فيه اللعبه يعني. مخيفه لا عادي. لا لا مش قصدي عشان هو ممكن يكون مش حابب. طب خلاص انا تخيل ممكن واحد أقول تاني. لكم يعني كنت رايح دماغي لا ما هي لا ما انا هقول قول ليه. ايمن لا ما انا هقول ليه شفته. ان هو كان عنده حاجه كانت عندي، اوكي. فانا كنت اكتر حد حاسس بيه. هشوف الاجابات بتاعتك طلع في الكاميرا طيب عموما الشخص اللي انتوا بتشوفوه ده هو الشخص اللي هتفضل فاكره لاخر يوم في حياتك. اعوذ بالله انت هتفضل في راسي هو انا ده لما ده بس هيجنني بقى والله انت تقول لي انا وضع مخل. لا يا عم لينا كنت بتجري ساكتين. لا انت كنت بتجري منه عشان انت مش بجري؟ عاجبك الحل الميت يا ولا ده طبعك اخر حاجه بقى نفسك. عصير البرتقال كنت شايفينه مليان لحد فين؟ انا مليس كده كان يعني كان مليس. لا يعني قصدي مليس، حد كان بياكل برتقان فالبرتقان كان بينقط ففي نقط مش عصير انا مش عصير عصير مش مليان يعني. لا، انت مش مليان. نص الطبق نص الطبق. كمان ماشي. نص ده بيمثل قد ايه انت بتضحي للناس اللي انت بتحبها في حياتك. يعني عامل ايه هو بس مش يعني انا تليس الحمد لله يعني. المهم جه في النص طب تمام يعني انا ما ناجح الحمد لله لحقت نفسي ماشي اما انت ندل يا عم انت بتقول له وضع لحظة مخلي يقول لك طبعا. هتبقى البنت اللي انت ما بتحبها. هتمسكش في الموضوع ده مش هحبها ان شاء الله عموما دي لعبه يعني دي لعبه جايه لعبه خيال يعني. طب يا شباب احنا لعبنا لعبه جد شويه ممكن نلعب لعبه فيها شويه هزار كده شوية عشان هلس بقى الموضوع يبقى فيه وحشنا. هلس مش الموضوع ما يبقاش ماشي كله كده جد في جد. هنلعب ايه بقى هنلعب افيهات افلام حاجه عاديه جدا كليشيه بتتعمل في كل اللي هيكسب فيه جايزه ولا بلاش هيشرب من مشروب سيسكا القوي العالمي اللي موافق. بيفوق. اعلان قوي بس ماشي انت ما قلبتش الكام. انا هموت على فكره وصل انت بتلعب من غير ما تقول ان انا بالكاب بتاعي عشان كريم تكسب بيستصيع. لا بيستصيع هقلب الكاب انا كمان لا يا باشا تقلب لك يلا بينا انا واثق من فوز الافيه ده انتوا كلكم هتعرفوه. انا بدور على شغل 24 ساعه لدرجه اني مش فاضي اشتغل. محمد هنيدي كريم قال قبلي كريم قال قبلك. انا راجل امين بصراحه كان فيلم ايه؟ ايه فيلم ايه؟ وش جرام شطار. هو كله ضرب مفيش شتيمه. علاء ولي الدين.
الناظر. كريم برضه. طب وبعدين؟ انا بخسر، انا بنهار. عايز تحتفل بالالتصاق يا صايع ملتصق. هو علاء ولي الدين برضه. اللي هو عبود مين عبد اللي الحدود. قال فيه؟ ابوه حسن حسني. ايوه. الله يخرب بيتك. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ عوكل. بوحه. ولد عوكل. عوكل. ايه اللي ده ولا ده؟ بص التاني ده لا ده ولا ده. يا ترى الحمام فاضي ولا اتصرف في اي درج؟ احمد حلمي. فيلم زكي شان. لا. لا زكي شان. لا. زكي شان. ظرف طارق. مطب صناعي. ظرف طارق. بس هو زكي شان المفروض، بس ماشي. ظرف طارق. صح. مخرج يا مصر. المهم اكسب. ماشي يا خال، هقتل واديك رنه. ماجد الكدواني. عسكر في المعسكر. صح. يا حبيبي ايوه صح. ماجد الكدواني على فكره صديقي وحبيبي. شكلك فاهم يا نص. حسن حسني غبي منه فيه. آه. هاني رمزي. انا قلت غبي منه فيه انا وهو مع بعض، فخلاص اسال سؤال تاني خلاص. ماشي. خلاص. عشان احنا قلنا غبي منه فيه. يا ناس يا لوكال يا شعبيين. ده احمد اتش مكي. دبور. مين؟ اتش دبور. انا بقول احمد مكي وبيقول اتش دبور. احنا اتش بنقول دبور. طب الاساس احنا الاتنين مين مع بعض. اللي انتوا بيقول الاتنين. المقوله فوضى دي. انتوا خلاص. الاتنين. هي ما ثانية. تديناش نقط يعني. ثانيه واحده، احنا نقول اسم فيلم. الفيلم ولا اسم الممثل؟ مش هتفرق. لا ازاي قول مش اسم تفرق؟ انا ممكن اكون آه، عارف محتاج اسم إيه؟ طيب، الممثل. بالظبط. بيقول اسم الممثل على فكره. اسم ممثل. اه. طب انا ماشي، بتعب خلاص. عشان اجيب اسم الفيلم يعني. انا خلص ممكن العكس يعني على حسب انت فاكر ايه ومش طيب فاكر. ماشي. خلاص يبقى خلينا في الممثل. هو صاحب دي ما حدش يعرفها. احنا شعب انتصر في حرب 73 سنه 6 اكتوبر. احمد عز. هو احنا فيلم شعب؟ كوميدي. فيلم كوميدي عموما. سمير وشهير. ده انت ليلة صوت بغداد. لا حاجه شبهه كده. احمد ادم. عمرو عبد الجليل. ماشي. كلمني. ليله سكوت نمله اسمها ايه؟ لا صرخة نملة. صرخة ليلة نملة. صوت طب نملة. هو اي كلام. كده في تعادل. كده في تعادل. انت 4 ما- وكريم 4. حلو خلاص. حلو نطلع انتوا متعادلين. تشربوا؟ نشرب احنا الاثنين. ايه رايكم؟ نطلع متعادلين، ده حاجة حلوة. أهلاً نطلع وسهلاً. متعادلين. اهلا بيك، ازيك؟ باور فاميلي. انت عمرو ولا انا عمرو؟ يخرب بيك. انا عمرو عبد الباسط. انتوا لازم أهلاً ترجوها بيك. الاول. لازم نرجها بجد. انا خفت فرقع. او مصطفى قمر دين. احنا مصطفى قمر. ازيك يا كامل؟ ازيك يا مضراوي عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انت واخد بالكم بشرطكم مهببه. ممكن بس نبين الاسم لو سمحت عشان انت ايدك معلش. على الاسم لو سمحت. شفت مع ميرفت وعيلان. الحمد لله يعني بعد ما استخدمت المنتج ده نعم. اللي كان عندي وجع في ظهري. كان عندي حمو النيل. المشروب ده رائع. هو قوي. فيري سترونج. سبانيش لاتيه. اهلا وسهلا. ايه رايكم في المشروب؟ جميل. فكرتك استنى على الحلقه والله كنت لسه اقول حلو. حلو والله. مع انه المشروب بقاله ولا كتير حلقة؟ على فكره يعني. لا المشروب بقاله كتير. لا والله حلو جدا، منعش جدا. طب حلو. مم. حلو والله. مم. كداب. انا مبسوط. والله زعلان جدا. والله انا مبسوط فعلا ان اول حلقه بعملها في البودكاست معاكم. مع واحنا كمان مبسوطين. ايوه اكتر ناس انا بحبها في حياتي. ربنا يخليك يا رب. اتمنى ان البودكاست ده يطلع حلو ويعجب الناس. وما تنسوش بقى يعني مش عايز اقول لكم بقى اعملوا سبسكرايب ولايك وشيروا البودكاست ده عشان هو كده كده ان شاء الله كبسوا زي مالك كده. هيتشير. كبسوا. بس في الناس مش هقول رقم حسابي على الشاشه. فين هقول رقم سيبوني حسابي على اتكلم الشاشه؟ كلمه جد. انستا اتفضل. باي بقى بصوت. دي واحده انستا باي بصوت عالي انستا باي. اهلا وتحول لي 2 باوند. بس. انا حقيقي مبسوط بالبودكاست ده ومبسوط ان انا خدت الخطوه دي اصلا. ولولا يعني طبعا توفيق ربنا في الاول وفي الاخر. ولولا ان انا عندي صحاب الحمد لله هم اللي بيخلوني اعمل حاجه انا بحبها. قليل جدا لما تلاقي حد في حياتك بيدفعك لحاجه انت بتحبها وبيساعدك وبيدعمك وبيقول لك تعالى انا هبقى معاك ومن غير اي مقابل يعني ما بيبقاش عايز منك اي حاجه غير ان هو يشوفك ناجح يعني. اتمنى ان كل الناس تشير البودكاست ده. دي اول حلقه وان شاء الله في حلقات تانية جديده باذن الله مع ناس تانية اعرفها برضو في حياتي. انا ما بعرفش اقفل. انا عندي مشكله ان انا ما بعرفش طيب اقفل انا. والله ده حقيقي. ممكن نقفل لك احنا؟ انا ما بعرفش اقفل اي حلقه. بص، يعني هتشد حتى اللي جامد. بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب شد جامد. انا ما بعرفش اقفل الحلقات. بص شد وارفع الاكره مع الكالون وهي تكه. اسمع مني هتقفل كويس. احنا خلصنا البودكاست. احنا عايزين نقول حاجه، عايزين نقول لك حاجه في نهايه قول. احنا عايزين نشكرك جدا برضو ان انت سمحت لنا ان احنا نطلع معاك. يا باشا ده ودي حاجه شرف تبسطنا ليا. وتشرفنا والله ده جدا. شرف ليا. انا هتكلم بالنيابه عن كريم عشان كريم موجد شويه. لا والله احنا مبسوطين جدا ان احنا طلعنا معاك بس يعني بالظبط كده.
خلاص ماشي. خير. مش كنت عايز قفله؟ احنا مبسوطين جدا ان احنا طلعنا معاك، مش عايز اكتر من كده. نبقى في احنا حاجه قاعدين عايز تقولها يا كريم؟ بنلايس لبعض عايز توجه شكر لحد؟ عايز اشكرك يا ايمون طبعا. على الحلقه اللطيفه دي، حبيبي وان شاء الله تكون حلقه ظريفه على قلوب الله. الناس، ان شاء الله. وان شاء الله تكسر الدنيا كده ودايما يا رب في تطور دائم يا رب وفي اخلاص دائم على ان انت تعمل حاجه احسن واحسن ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكركم شكرا. اتمنى دايما ان احنا نبقى موجودين مع بعض في حاجات تانية ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبس كده يا جماعه، الحلقه خلصت. سلام. بحبوك والله، بحبوك والله. السلام عليكم. سلام عليكم.